عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لما بنبقى طالعين رحلة معينة في المصيف او في اي وقت تاني، او انت بتبقى رايح مشوار، بتبقى عارف خطوات المشوار ده ايه. اما تبقى رايح رحلة بتبقى عارف الرحلة دي طالعها 3-4 ايام، وعارف هتروح فين وهتيجي منين. لكن ما فكرتش مرة في الرحلة اللي احنا هنطلعها كلنا بعد ما نموت؟ رحلة يوم القيامة، رحلة البعث ورحلة الحشر. الدنيا كتير بتاخدنا في متاعها ولذتها، والدنيا كتير بتاخدنا وبتلهينا وبتخلينا ننسى المكان اللي احنا هنروحه كلنا في يوم من الايام. يلا بينا كلنا نتخيل ونعيش الرحلة اللي احنا هنعيشها كلنا في يوم من الايام، لعلها تكون تذكرة ليا وليكو، لعلها تكون تذكرة لينا ان ربنا يفوقنا وربنا ينبهنا علشان نفتكر ربنا ونذكره ويجعلها في ميزان حسناتنا. النهاردة هتكلم معاكم عن يوم القيامة. يوم القيامة بيبدأ ازاي؟ يوم القيامة بيبدأ بالنفخ في الصور، النفخة التانية. احنا عارفين ان اسرافيل وهو من الملائكة اللي موكلة بالنفخ في الصور. الرسول قال لأصحابه: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن واستمع الإذن حتى يؤمر بالنفخ فينفخ. يعني من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، من 1440 سنة. متخيلين ان سيدنا إسرافيل الملك الموكل بالنفخ في الصور حاطط البوق على فمه ومستني ينفخ في الصور. ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم هو أصلا أول علامة من علامات يوم القيامة. طب يوم القيامة بيبدأ ازاي؟ يوم القيامة بيبدأ بالنفخة التانية. النفخة التانية ربنا سبحانه وتعالى بعد الناس كلها ما ماتت من النفخة الأولى، فالنفخة التانية هينزل مطر من السماء، والمطر دوت هينبت البني آدمين. ازاي هينبتوا؟ هينبتوا عن طريق عجب الزند. عجب الزند هو الجزء الوحيد في الإنسان الذي لا يبلى، هينبت منه البني آدمين، هيطلعوا من قبورهم. النفخة التانية أول ما تنفخ ربنا بيقول: وألقت ما فيها وتخلت. الأرض هتتشقق والناس هتخرج من قبورها، الأرض هتنشق وهتخرج كل الميتين اللي في القبور. هتلاقي الأرض كلها عبارة عن بني آدمين اللي ميتين من مئات وآلاف السنين، هتلاقيهم كلهم طالعين من قبورهم. الناس اللي هم كانوا مش مؤمنين بوجود ربنا، الملحدين والكفار، أول ما يبعثوا هيقولوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يعني احنا فعلا قمنا من التراب، احنا فعلا ربنا بعثنا تاني وقمنا من قبورنا، ده فعلا الكلام ده طلع حقيقي. ناس الكفار واللي اعمالهم مش كويسة هيقعدوا يبصوا لبعض، هيقعدوا يبصوا للسماء وهيبصوا للأرض، هيلاقي ان في احداث في الكون بتتبدل وبتتغير. السماء بقت ابواب والسماء بتقشط، هيلاقوا الشمس كورت، الشمس يعني هتتكور كده وتلقى بيها في النار، والقمر هيخسف ويلقى بيها في النار. هنلاقي النجوم كلها بتتساقط، الجبال اللي ربنا جعلها أوتاد للأرض هتسيح، ربنا هينسف الجبال دي وخلاص مش هيبقى فيه أوتاد للأرض، فالأرض تصبح قيعان، فيحصل زلازل عظيمة جدا، والنار اللي تحت الأرض هتطلع كلها. وإذا البحار سجرت، البحار هتتحول لنيران مشتعلة. في الوقت دوت الناس مش عارفة تلاقي مهرب ومخرج منين، هيفضلوا يجروا من الأحداث اللي بتحصل والزلازل اللي بتحصل والبراكين والانهيارات اللي بتحصل في الأرض. كلهم يبصوا لبعض، وانت بتجري كده هتبص وهتلاقي مامتك وهتلاقي أختك وهتلاقي ابنك، هيجي عليك ابنك هتقوله ابعد عني، الابن هيجي عند أمه هتقوله إليك عني. كل واحد في اللحظة دي هيقول نفسي نفسي. هنبتدي نجري كلنا لأرض المحشر. طبعا المؤمنين في مكانة تانية خالص، المؤمنين ربنا هيحملهم على جمال، والملائكة هتيجي تاخدهم من قبورهم على طول لأرض المحشر. بس احنا بنتخيل ان ممكن احنا يحصل علينا كده، ربنا ما يخليناش ابدا نشوف اللحظات ديت والكوارث اللي بتحصل في الوقت دوت. الكون كله بيتدمر. هيبتدي الناس هيجروا لأرض المحشر علشان يهربوا من النيران اللي بتبقى وراهم ديت. أرض المحشر دي اللي هي موجودة دلوقتي في أرض الشام. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار.
الناس وهم بيجروا هيشوفوا حواليهم الوحوش، هيشوفوا حواليهم كل الكائنات، حتى الذباب ربنا هيجمع كل الكائنات اللي خلقها من اول ما بدأ الخليقة، كلهم هيتجمعوا في ارض المحشر. ارض المحشر كلها هتبقى مليانة بني ادمين، وهتبقى مليانة الكائنات، وهتبقى مليانة الوحوش. تخيل هيبقى انت ومعاك وحوش، وهتبقى خايف من ايه؟ هتهرب من ايه؟ يا ترى بتهرب من الكوارث اللي بتحصل، ولا بتهرب من الوحوش اللي حواليك، ولا بتهرب من الاعمال اللي انت خايف تعرض على ربنا وخايف تهلك بسببها؟ الناس في اللحظة دي هيكونوا حفاة عراة، زي ما احنا اتولدنا بالظبط هنكون حفاة عراة. في اللحظة دي ربنا بيقول واذا النفوس زوجت. يعني ايه؟ يعني كل واحد هيتحصر مع اللي بيحبه. انت كنت بتحب الناس الطيبين الكويسين المتدينين دول، هتتحشر معاهم. انت اكتر حاجة كنت بتحبها في حياتك الموبايل، هتفضل تجري وراه. كل واحد الايمان بتاعه الحاجة اللي كان بيعبدها في الدنيا. احنا بنقول لا اله الا الله، بس هل لا اله الا الله فعلا الهنا ربنا، ولا في اله تاني؟ الملحدين الههم هواهم، افرأيت من اتخذ الهه هواه. في اللحظة دي هيبان الاله الحقيقي. وتخيل في اللحظة دي ان الناس الكفار ربنا هيحشرهم عمي بعد ما قاموا من القبور وشافوا كل الكوارث دي. ربنا بعد كده هيعميهم علشان يفضلوا خايفين من كل حاجة حواليهم. يعني تخيل انسان كان عايش في رعب وبعد كده اتعمى، فهو بقى مش متخيل ايه اللي حواليه. هل في سبع هيجي ياكلوا دلوقتي ولا هيعضوا؟ تخيل الكافر هيقول رب ليه ما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ربنا هينساه، يعني هيسيبه أعمى لا يبالي بيه، هيتركه في العذاب وفي الوحدة. ربنا هيتركه ولا يبالي بيه. زي ما هو نسى ربنا في الدنيا، ربنا هيسيبه في الآخرة. الناس هيوصلوا لأرض المحشر وخلاص هيبقوا تعبانين مش قادرين يقفوا على رجليهم. ربنا بيقول وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. لسه في وقفة الحساب، لسه في وقفة انتظار الحساب، ولسه الشفاعات، ولسه حاجات كتير قوي هنقولها في رحلتنا مع يوم القيامة. انتظرونا في المرات الجاية، واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم احسن ختامنا ولا تميتنا الا وانت راض عنا.